الكرة التي تلعب محاولة الآن. مؤمل راشد، أنور مهدي قريب يبحث عن حل. مؤمل بالمهارة الفردية مر، نقل كرة عرضية على مرمى عماد عيسى، لكن هنا الكرة تعود في انتظار تسديدة من هذا المكان. باسم علي، عادت الكرة في منطقة الجزاء. مؤمل من هذا المكان، الله، ومبكرا لأسود الفرات الأوسط عن طريق الأمين وفي طريق الأمان نحو الهروب من القاع. مصطفى الأمين يفعلها باسيست رائع من الصغير مؤمل راشد، ويفاجئون فيهم أبناء الخابور في أرض المدينة الأم، في أرض دهوك. هنا الكرة التي أتى منها الهدف مع الفرحة، مع روح يحتاجها الفريق للعودة، والديوانية هنا يفعلها مبكرا في ملعب دهوك. مصطفى الأمين يضع الديوانية في المقدمة، ولا تنتهي التحية حتى يمر بالشبول. هنا الكرة التي قدمت في هذه اللحظات، لاحظ التمريرة الذكية التي كانت نحو مؤمل راشد من أنس مالك، والأمين يضعها في كل أمان في مرمى عماد عيسى. الدفاع المحصن ثاني الثوابت في الدوري من خلال رصانة الدفاع يأتيك الآن في مرماه مصطفى الأمين بهدف، وليتقدم الديوانية في هذه اللحظات مبكرا على فريق نادي زاخو وفي ملعب دهوك. رمية تماس لأبناء الخابور عن طريق أركان أمير. الظهير الأيسر حاجي ينقل كرة باتجاه اللعب فيتور سيلفا. محاولات حسين منذور، قدم يمنى قوية، إمكان حسين منذور التسديد من المسافات البعيدة. الله، جول رائع في هذه اللحظات، هدف مذهل، والجمهور الزاخولي هنا ينظر ويناظر ويحتفل ويفرح، وهدف جميل يسجل في هذه اللحظات. هداف الفريق لوكاس سانتوس ركنها على يسار مصطفى عذاب، وفرحة جماهير زاخو التي تزين المدرج في ملعب دهوك. عاد بالتعادل البرازيلي ابن السامبا هنا بتسديدة من مسافات بعيدة. قبلها نتحدث عن أقدام منذور، ورد علينا سانتوس. الهدف يأتي الآن في مباراة برأيي أنها مفتوحة على كل الاحتمالات من أي مكان. كيف لف ودار باليسرى على يسار عذاب، وأذاقهما شد العذاب بهذه الكرة وبهذا التعادل، وعودة سريعة لزاخو. أي قدم يسرى، أي كرة سددت في هذه اللحظات تأخذ طابع ممل صراحة، يعني الأمر فيها تكتيكيا صعب. بالتالي المحاولة الآن في منتصف الملعب، هذه المناطق التي تقف أمامها كرات الفريقين. باسم علي في هذا المرور، فيتور سيلفا، وباسم يغير في اتجاه اللاعب عماد عيسى يخرج. وهنا المحاولة، خطأ الشاطر ب1000 وخطأ عيسى بهدف. جول من مؤمل راشد في هذه اللحظات، شعلة من النار في أرضية الملعب لهذا اللاعب، وبالتالي يستغل خطأ عماد عيسى وخطأ تقديري في دفاعات زاخو التي لا تخطأ كثيرا في هذا الموسم. والآن هدف ثاني للديوانية يفعلها الأحمر الديواني الآن، ويضيف الهدف الآن أبناء الفرات الأوسط. وحيرة على محيا هذا الرجل، كيف تغير أداء الفريق؟ لماذا أصبحنا في هذا الطريق؟ الأمور في أرضية الملعب يعجز أمامها تكتيك وخبرة أبو الهيل. ومؤمل راشد في هذه اللحظات يسجل الآن الهدف الثاني أمام مرمى مكشوف. لاعب الخبرة ودورة في أرضية الملعب، كرة دارها صح باسم علي، ولكن تركها شافان وتركها عماد عيسى، وبالتالي وصلت للاعب مؤمل راشد يدخل التاريخ الكروي ويسجل الآن الهدف الأول في الدوري له مع الديوانية.